الحب يا صديقي هو علاقة نشأت بين اتنين، فأنا مطالب بالالتزام بيها. وفي قيم كتيرة تضبط العلاقة دي غير المتعة، يعني علاقة فيها واجبات ومسؤوليات وأخلاقيات، مش حب ومتعة ودباديب وبس. مش كده ولا إيه؟ عشان كده المتعة اللحظية وتمحورنا حوالين نفسنا وهوسنا بالمشاعر عمل لنا مشكلة كبيرة في منظومة الزواج. مش بس كده، في ثقافة كمان بوظت علينا الزواج، هي ثقافة الاستهلاكية، وخرجنا من إطار إن الزواج مسكن ومودة إلى مسكن ومشتملاته. فالعلاقات بقت سلعة وكأننا في سوق وماشيين بمبدأ الاستبدال، وهتدفع كام، ده غير بقى حوارات القاعة والنيش وخد بالك من النيش. وبالتالي كل الحاجات دي بوظت علينا ثقافة الزواج، ومن هنا افتقدنا للعناصر الأساسية القايمة عليها العلاقة، زي الرضا والأمان والقناعة والقبول والالتزام وغيرها. كل ده بيكون صعب نعيشه قدام حالة التغير المستمرة، ومن هنا بقى المعروض كتير بس اللي نرتاح له صعب نلاقيه. في علم الاقتصاد السلوكي بيقولك ان كل ما ازدادت الخيارات ازدادت الحيرة، يعني كل ما زاد المعروض في العلاقات كل ما ازدادت الحيرة وتأخر سن الزواج. فكثرة الخيارات لا تجلب سوى التردد والصداع والقلق، لكن العكس تماما. لو انت حاسس بقلة وسائل الاختيار وان المعروض قليل، هتحس بقيمة الاختيار اللي معاك وهتكون اكثر رضا بيه واكثر صبر عليه. ومش